أهلا بكم في صالون كيلوباترا، وأهلا بكم على متن الباخرة فرح بوت، وبضيافة كريمة من مجموعة سيراميكا كيلوباترا، وبرعاية شخصية من السيد الأستاذ محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة الموقر. أهلا بكم في يوم كما قال الأستاذ فتحي الحصري: الشعر ينساب فيه على صفحة النيل. أهلا بكم في لقاء نرجو منه قبل أن تجمعنا الكلمة أن يجمعنا الحب، وأن نكون كمثقفين وكتاب ونقاد وموسيقيين على قلب واحد، نظل ما استمرت الأمسية مستمتعين بكم وبما يقال، ونخرج وكل منا قد خرج وفي يديه 100 صديق هم الحضور الكريم. واسمحوا لي أن أطلب بداية ممن لم يسجل اسمه مشكورا أن يتفضل بتسجيل اسمه، وثانيا أن يلتزم الجميع الصمت. والتليفون يا أستاذ سيد، اللي يتكلم في التليفون يستأذن بس يتكلم من ورا عشان نبدأ مظبوط، ولكل مبدع 4 دقائق حتى نستطيع أن نستمع إليكم جميعا. واسمحوا لي أن أقدم السيدة المهندسة فاتن خليل فايد، مؤسس صالون كيلوباترا والسكرتير التنفيذي وعضو مجلس أمناء اتحاد صالونات مصر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية برحب بكم جميعا، وبشكر الشاعر الكبير الأستاذ محمود حسن والسادة المبدعين الكبار الحضور، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ولأن الكلمة ميثاق ونبراس ومنهل، ولأن الكلمة هي أول لبنة من لبنات الإبداع، جئنا جميعا إلى رحاب الكلمة على ضفاف النيل، ونحن منذ قمنا بتأسيس صالون كليوباترا ونحن ندعو ونبحث عن هؤلاء الذين يضيفون إلى المشهد الأدبي الفكر الإنساني ويرتقون به إلى سماوات الإبداع. شعراء وقصين وروائيين وموسيقيين ومطربين ونقاد وكل مجالات الإبداع الإنساني، ونرجو أن نكون موفقين في هذا. أرحب بكم جميعا في صالون كليوباترا مرة أخرى ومرات عديدة، ونرجو أن نكون إضافة ثرية ومهمة للمشهد الأدبي والإبداعي في مصر والعالم العربي. أحييكم أيها الأفزاز الذين تحملوا على عاتقهم مسؤولية الكلمة، فالكلمة أمانة ومسؤولية، والكلمة تبني أمما، واللغة هي أساس ارتقاء الشعوب، ولن تبلغ الأمة مكانتها إلا بالحفاظ على لغتها وهويتها. خالص الشكر والتقدير لكم جميعا، ونرجو أن نكون عند حسن ظن التاريخ بنا. ولا يفوتني أن أرحب بالفنان، احنا منتظرينه. ولا يفوتني أن أرحب بالدكتور محمد طيارة، سفير النوايا الحسنة لمنظمة الاتحاد البرلماني متعدد الأغراض ومقره بلجيكا. الفنان والصحفي الأستاذ محمد سراج، رئيس تحرير جريدة المساء. الصحفي الكبير علي فوزي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. الصحفي الكبير الأستاذ عبد الفتاح يوسف، رئيس مجلس إدارة جريدة
إخباري. وخالص الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في الأستاذ أحمد أحمد سوي موجد برنامج وأنشطة موجه برامج وأنشطة بالوزارة، والمخرج والفنان الأستاذ أشرف محمود أبو حلاوة. الأستاذ الكبير الإعلامي فتحي الحصري ومجلة همسة. شبكة يقين الإخبارية والأستاذة نور علي والأستاذة رنا. وخالص الشكر والتقدير لرجل الأعمال المصري الكبير الأستاذ محمد أبو العينين ومجموعة سيراميكا كليوباترا العملاقة. ونشكر شكر خاص كل من موقع صدى البلد الأستاذ أحمد عبد القوي والأستاذ طارق إبراهيم القسم الثقافي. شكر خاص للمهندسة ميرال أحمد مسؤول الدعاية بسيراميكا كليوباترا. السيدة الإعلامية الكبيرة الأستاذة إلهام أبو الفتوح رئيس قنوات صدى البلد. السيد الأستاذ علاء السيد مدير مجموعة سيراميكا كليوباترا. والسيد الأستاذ شريف عبد الشافي مدير التسويق. وإدارة الباخرة فرح بود، شكر خاص لكم جميعا. والشكر كل الشكر لتشريف سيادتكم أيها السيدات والسادة الحضور. ولنبدأ فعاليات ما سيراميكا كليوباترا وصالون كليوباترا. ولنبدأ فعاليات صالون كليوباترا برعاية سيراميكا كليوباترا. أنا بس عايز برضه أشكر أستاذ محمد أحمد، هو دائما موجود معنا بقلبه وبجهده. خالص تقدير أستاذ محمد. وإذا يبقى بوحي يتخبط في لجج مترددة قاسية حتى تتحرر أبدان من أنفسها وتنام عيون الرهبة في عيني صاحبها. ساعتها فالشراعي يمكن أن يبحر في بحر اللجي كي يبحث عن إخلاص منسي من عهد الصدق المتواري عن قلب البشر. ساعتها ستقوم قيامة نفسي مشرقة كي تملأني روح شفافة تسمو نحو الأعلى وتعيد سماوات الفكرة تزرع كل قفار الغربة فلا. ساعتها ستكون الروح الفاعلة والفعلة. يا هذا الماشي أحيانا والراكض حول نقاء كل شجر يثمر يلقوني في النار نسائم أو ظلا. نبدأ بالشاعرة مؤسس الصالون أستاذة فاتن فايد. تفضلي. شاعرة بقى مش على طول كده. قد قال السيد ما قال. حبيبتي يا غير الحمد لله على السلامة. لا ما تطيش كده. قد قال السيد ما قال. يخبرني الغيب بأنك خلق آخر من رحم الخفقة تنبت، وأنا في أنت مقيمان على شفة الكلمة نعزف لحن العاطفة المتسربلة. أقبل كي تكمل رحلة عمري كل طقوس أناي. هو يأمرني أو يتوسل أن أهبط من علياء رخائي. هو يأمرني أو يتوسل أن أهبط من علياء رخائي كي أغسل جبهته في كل صلاة. يتلفت نحوي وبقصد موغل ويقول: يا الله، أفرد أنت فرضته؟ أتنسك كل
كلي معمورا عندك وبعبق الوهلة والنظرة أتبتل في محراب الوصل يا لغة التأويل ونقاب الستر المنسدل في كف المعنى، فأقول يا طهر اللحظة والأخرى يعصمني وجهك، يا طهر اللحظة والأخرى يعصمني وجهك، يا نورا يتجلى من أجلي أنت وصية كل نبي للخير. هو يخبرني فيقول ما بين الظفر وبين اللحم أكون، وصنعت بقلبي فلترة كي تحجز أنفاسك، كي تطرد ما دونك. يا امرأة من عبق اللحظة تخرج من رحم الأمطار، أنت الماء البكر النازل كالفضة في الظلمة كالأنوار، أنت إذا هجم الحزن القاتل كي يهتك ستر القلب جوار، أنت اللطف المتنزل، أنت الكلمة والأسرار. قد قال السيد ما قال، وأنا يا سر الدهشة سيدتك، سيدة الأشعار، ملكتك ناصية الوجد وجوهرة التاج ومفتاح الأسوار. فتعالى فتعالى أمسك هذا المعصم كي تمنحه من ماس حروفك أسورة، من ثوبك غزلا، من عينيك حوار. وتعبد في محرابي فأنا رؤياك وسيدة المعبد، في حضرة طهر الهيكل أقبل وتهجد، عند حضورك تنحدر العبرات على خدي وتسجد. بالله عليك تمهل وترفق، لا يأخذك الغضب الثورة إن نظر الكهان لوجهي، كي لا ينهدم المعبد. الآن اسمحوا لي أن نستمع إلى كلمة أستاذ أيمن أبو المعاطي، مؤسس صالون وادي النطرون. مشاركين من عمق وادي النطرون الذي يبعد عن القاهرة نحو الساعة، جئنا مشاركين لصالون كليوباترا، مشاركين وقد نلنا الشرف في أن نكون أعضاء اتحاد صالونات مصر تحت قيادة حكيمة ورئاسة رشيدة، الشاعر القدير سيد القوافي الأستاذ محمود حسن. شكرا. جئنا كي نشارك، ومعنا ما يعبر عن بادية النطرون، صوت البادية، صوت البادية التي من تمرغ في أديمها علم أن للحياة طعم، فكلنا من تراب وأبونا آدم من تراب. أنا لن أطيل على حضراتكم، ودائما أحترم، وقد تعلمت وأقر وأعترف أني تعلمت احترام الوقت من هذا الرجل، وكما قال 4 دقائق، أنا أكتفي بأن أدعوكم تشريفا لزيارة وادي النطرون تحت رعاية اتحاد صالونات مصر الأدبي. شكرا. أتشرف بهذه الدعوة، وأشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ محمود حسن، والشاعرة القديرة الأستاذة فاتن خليل، مؤسس صالون كليوباترا، والسكرتير التنفيذي لاتحاد صالونات مصر. شكرا لك محمود بيه وللمنصة. تفضل. شكرا جزيلا استاذ ايمن، وشكرا لكل رفقائك من وادي النطرون.
تكبدتم مشوار كبير ولكن شرفتمونا. أرحب بالأستاذ عبد الفتاح السيد عبد الفتاح هادي النطرون. اسمحوا لي أن أقدم لكم الشاعر الأستاذ عادل المحمدي. السلام عليكم. القصيدة اللي هتتقال بالمناسبة دلوقتي هي قصيدة عمرو صلاح بياع البطاطا اللي مات في ميدان التحرير، بما اننا قريبين منه يعني. قصيدة بعنوان بياع. بياع وببيع الحلو لناسها، بياع في بلدي وببيع الحلو لناسها، وبلدي بتسقيني كل يوم المر من كاسها. بياع بطاطا والدلع عمورة، وفقر مصاحبني من وانا في سنة أولى. غطايا جرنال ومخدتي طوبة، وبكمل عشايا نوم حتى أحلامي مغصوبة. 5 سنين بلف فيك يا بلدي ولا مليتك، وكل يوم تظلمي فيا وبرضه حبيتك. 5 سنين بلف فيك على كعوبي، لا مرة فرحتيني بعيدك ولا غيرتيلي توبي. وبشرب كل يوم ذلك وراضي بمكتوبي، وفقرك حطه على صدري كأنه نشان. ولا مرة اشتكيتلك ولا قلتلك تعبان، في عز البرد بتعريني وراضي، وفي وقت الفرح بتبكيني وراضي. ولما مرة عطشت وقلت ارتوي من نيلك كان حظي طلع فاضي. كنت شايفك كل حاجة حلوة في حياتي، شفتك في عيني زي أمي اللي حبيتها، أو زي حبيبتي اللي أنا ياما من قلبي تمنيتها، أو زي ضي القمر في عز ليلك العاتم. وحلمت بيك عروسة لما أكبر، وحلمت بيك عروسة لما أكبر، ويشهد عليك المهر والخاتم. والمهر كان عمري وموتي كان خاتم. يا بلدي غزلت ليك بدم صورة، وبقهاتي عملتلك صوت. أنا الغلبان وأنا الهلفوت، ومهما كنت هتظلميني حبك في قلبي مش هيموت. شكرا. شكرا أستاذ عادل المحمدي. والآن مع الشاعر العامية الأستاذ صبري العيسوي، كان من أول الناس اللي حضرت يعني، شرفونا. السلم عالي عليه، ممكن يجي من هنا. شكرا فندم. مساء الخير على الجميع. مفتتح. أنا جندي وكمان حالف، أنا جندي وكمان حالف لصون أرضك مانيش خايف. لطلقة غدر توصلي وأنا متوضي ومصلي. جنود بعدي كده تخلي نهارك بعدي مش خايف. أنا حالف ومش خايف. القصيدة العبور. العبور ده مش كلام، العبور ده مش كلام ولا حلم شفناه في المنام. كان وراه شعب عظيم، كان وراه قائد همام. العبور ده مش كلام. لما كان الحب بينا، لما كان الحب بينا، لما كان البيت كبير، لما كانت مصر غنوة، لما كانت مصر غنوة، لما كان البال طويل، لما كنت أنا وأنت واحد قلنا ما فيش مستحيل. العبور ده مش كلام. خلي بالك يا ابن عمي، كلنا كان لينا دور. كنت شايل حتى همي كانت عينينا على العبور. كنت شغال النهار، كنت شغال النهار لاجل ما تصنع جسور. كنا بنفكر في بكره، كنا بنفكر في بكره لاجل ما نسد الجحور. العبور ده مش كلام. لما ساعة الصفر هلت، لما ساعة الصفر هلت على الصغير والكبير، البوارج يومها حلت والنسور بدأت تطير. في القوارب في القنال الأسود بدأوا الزئير. هم 6 ساعات وحبة، هم 6 ساعات وحبة، والانتصار كان شيء جميل. العبور ده مش كلام.
العبور مش بس كلمة، العبور مش بس كلمة، ده العبور جهد وعمل لاجل شمس بكرة تطلع كلها دفء وأمل، والمزارع والغيطان تنزرع من غير ملل، يوم هتكبر السنابل في العيدان والأجر من جنس العمل. العبور ده مش كلام ولا حلم شفناه في المنام، كان وراه شعب عظيم، كان وراه قائد همام. العبور ده مش كلام. شكرا. شكرا جزيلا. اسمحوا لي ان ارحب بموقع فيتو تمثلا في الصحفي الاستاذ عماد ماهر. ويقشرني في مئذنة الوقت غياب يتعلق بين. والآن مع الأستاذ عماد سالم عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة يسترون. قبل يطلع على المنصة يبقى يسيب المايك هنا. بتخاف من مين؟ وانت اللي الخوف بيخاف منك وبيعمل لك 100,000 حساب، والموت بيموت لما يشوفك، بتطبطب على دمعة عينك وبتبقى سحاب بيضلل على الناس التايهة، تديهم مفتاح السكة، ده انت الابواب وتخاف ازاي؟ بتغمض عينك وتفتح على صوت كرباجك بيلسوع ظهر الدنيا، وبتعزف ناي ولا همك ايه رايح منك ولا ايه الجاي. بتخاف من مين وانت الشبعان من لبن الشمس وابوك الريح؟ انت الانهار والحريه وانت الميادين، من غير قضبان قطرك ناشر في طريق بيبوس قدم الخطوه، والناس شاهدين انك هادم لبيوت الخوف، وانك معروف، وانك فارس، وانك حارس لبلاد المجد، وانك فيضان النيل والسد. وتخاف من حد؟ تخاف ازاي؟ ده انت الاشجار اللي بتطرح وتشع نهار، انت الازهار اللي شذاها دايما يسرح عكس الطيار. ازاي تنهار وتخلي الغربان فيك تشمت؟ اجمد، اثبت، واجه خوفك وياك تهرب من الاخطار. كل الشوارع عيطت، حتى الرصيف بيئن، والارض بتدوس البشر، ورق الشجر بيزن، وانت اللي واقف مطرحك تمثال غضب مستني حد يحن يفتح بيبان العقل قلبه يكلمك، مستني حد يفهمك يستر بكارة فكرة من طمع الذئاب، يهمس في ودن الحق يفتح أي باب، يرسم طريق واقف في آخره ربنا بإيديه بيمسح دمعنا وبيحمي في ولاد الحلال. الوعد كان أبني السفينة على الرمال، والبحر يجي لحدها من وقتها واقف لوحدي برن. لا المية جاتني في الصحاري الموحشة ولا السفينة اتحركت، كل المشاعر جوه قلبي اتلخبطت، كل الصور جوايا ماشية بالبطيء، ما بقتش اطيق اسمع صراخ الارض من دوس البشر، اسمع حيطان المحكمة تصرخ بريء، والقاضي ظابط كان مجند بالحرس. دقوا الجرس، عميان في ساحة محكمة صابهم خرس. دقوا الجرس، حبسون انا مع انها شدت قميصي من دبر لكن عفافي كالفرس. دقوا الجرس، صخرتنا تقلت يا سيف، حتى الشجر بطل يطبطب على الفروع، ما بقتش شايف غير خريف، قلب السما بدل المطر ينزف دموع. يا بحر زيف ما تشدنيش، لا عشت يوم ولا نفسي اعيش انا والحقيقه المؤلمه فوق السفينه الطيبه
وفي حلمها المحن العجوز بشراع ما يعرفش الطريق، على خطة كانت محكمة، أعيش غريب وأموت غريب، والحكم كان في المحكمة، والروح تتوه تهرب ترفرف في الفضا. يحيى القضا نفذ أوام، الروح هترجع بالمدد. أنا روح خلاص ما بقتش أطيق حر الجسد. أحد 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 أحد. شكرا شاعر كبير الاستاذ عماد سالم. اسمحوا لي ان ارحب الاكاديمي اولا والشاعر الكبير عميد تاني. اسمحوا لي ان ارحب بالاكاديمي اولا عميد المعهد العالي للعلوم التكنولوجية والحاسبات بالعريش، والفنان الكبير والقدير أستاذ دكتور مصطفى الشامي. طبعا نرحب بالفنانة الجميلة ومدير أعمال الدكتور مصطفى، الفنانة هبة بدر. أهلا بيك يا دكتور، نورونا يا هبة. أهلا بيك. والآن مع الشاعر علاء الدين علي محمد من السويس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قصيدة بعنوان مستحيل المحتمل. لفت خيوط الشمس حوالين القمر، خارت عزايم ظلمته غار القمر. غار القمر لما لقي الأرض لابسة توب حزين، كيانها ليه صيبو السواد مع إنه فارق دنيته. بعد انعكاس الضوء مجزأ على الليالي كلها عشان يعاند أرض كون المظلمة. الأرض قالت يا قمر، الشمس خلتني أبور، لما الأشعة بخرت بلالين الغيطان، كشفت هدوري، كشفت جذور الهفتانين. مهما السحب بعتت مطر، الشق رافض يلتحم وياه أخوه. مهما السحب بعتت مطر، الشق رافض يلتحم وياه أخوه. معرفش إيه اللي جرى، مات المزارع اللي فاهم زرعتي، ولا اللسان لما انقطع خراصيل الإيدين. هو أنت ناسي يا قمر؟ الشمس نارها وسطنا، بنلف حوالي هب معاد. كل المجرة مبرمجة بالسوفت وير الاتحاد. الاتحاد بالسوفت وير صباحت نجوم مبرمجة، قدرت تفجر كل نجمة منورة. وعشان ما تحتل السما سايبة الكواكب لما تاكل بعضها. ما تيجي مرة نتفق، هات العطارد برضه هات المشترى، ونروح زحل نحيي المثل يوم زحل. ونروح زحل نحيي المثل. الشمس واحدة واحنا اقوى منها، لو كنا واحد كلنا. نعكس مسارات انفجارات السحب، نصنع مطر يطلع لفوق، يطفي اللهيب اللي حرق وطن الكواكب كلها. رد القمر نازف دموع، حلمك يا ارضي مستحيل. قالت كفايه انكسار، ده المستحيل بالاتحاد يصبح اكيد المحتمل. المستحيل بالاتحاد يصبح اكيد المحتمل. شكرا. شكرا جزيلا. الصالونات الأدبية والمؤسسات الأهلية وهؤلاء الذين يحاولون أن يقدموا شيئا للساحة الأدبية، أعتقد موضوع من الطبيعي أن يتحدث فيه ونأخذ رأيه الإعلامي والصحفي والصديق الأستاذ فتحي الحصري،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة همسة ومهرجان همسة. اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. الحقيقة هو حطني في موقف دلوقتي المناقشة، أنا عارف هو حطني فيه ليه. وعشان دلوقتي أنا هرد عليه بشكل عملي جدا جدا جدا. أولا بداية أشكر صديقي الشاعر الجميل الأستاذ محمود، لأن هو اللي خلاني أحضر النهارده أول ندوة من بعد مهرجان همسة. أنا كنت محجم عن حضور الندوات حقيقي، لكن النهارده الله يخليك. بشكره لأنه خلاني أشوفكم كلكم، شايف وجوه جميلة، أصحاب ممتعين، شعراء شعراء جمال وكتاب. الحقيقة أنا سعيد جدا جدا إن أنا شايفكم، وهقعد لحد ما أسمعكم واحد واحد. بالنسبة للموضوع اللي طرحه صديقي الأستاذ والشاعر الجميل أستاذ محمود، الحقيقة دور الصالونات دور مهم جدا، بس أي صالونات دورها يعني اصل الحقيقه كلمه صالونات دي بقت كتير قوي قوي قوي، وهو يمكن اختار ان انا اقول الكلمه دي لانه عارف ان انا هاجمت الصالونات. بس هاجمت انهي صالونات؟ هاجمت الصالونات اللي مالهاش علاقه بالشعر، صالونات الوجاهه، الصالونات اللي بتتعمل للوجاهه. ان احنا عندنا صالون لا تسمع فيه شعر ولا تسمع فيه قصه ولا بيفرز اي حاجه نهائيا، وده انا ضده. ماذا رايت هنا يا استاذ مهندس؟ ماذا رايت هنا؟ هقول دلوقتي. الحقيقه النهارده بعد اللي شفته النهارده او اللي لسه ببدا اشوفه، شايف نظام جميل، شايف وجوه جميله، شايف شعراء كبار موجودين. اول حاجه اسمحوا لي ان انا اقول ان اول نتاج هذا اختيار الشاعر الاستاذ محمود حسن عضو لجنه تحكيم مهرجان همسة القادم. شكرا. وكان الاستاذ فتحي يكلمني في هذا الموضوع وانا يشرفني. الله يخليك، احنا سعدنا. وده على فكره اختياره مش مجامله، احنا بنختار الشعراء او بنختار اللي بيحكموا لازم يكونوا على درجه عاليه جدا من الحرفيه والشفافيه، علشان ما حدش يجي يشكك يقول لك لا ده انت ده جامل ده او ده جامل ده. فاختياره حقيقي انا يسعدني ان انا اخترته، يعني وسعيد جدا ان هو وافق. الله يخليك. الحاجه الثانيه بقى الصالونات. بقول من هنا ومن دلوقتي ان انا من دلوقتي أدركت مسابقة أفضل صالون أدبي في مهرجان همسة القادم. بس إيه أي صالون بقى؟ أنا مش هقول طبعا مين اللي هيبقى في الصالونات، أنا هيكون ليا عيون في كل صالون. الصالون ماذا يقدم؟ ماذا أفرز؟ هل أدى رسالته على أكمل وجه ولا لأ؟ كل دي مقومات هنكتبها ان شاء الله علشان تكون مقدمه ان احنا بنختار افضل صالون. لان انا لما حبيت لما جت الفكره دلوقتي وادركتها دلوقتي ان انا دائما مني باهميه الصالونات بجد، الصالونات اللي بجد مش الصالونات الوجاهه. وان شاء الله انا اتمنى النهارده ان انا اسعد معاكم، وزي ما قال الاستاذ محمود حسن انا النهارده مش خرجت ب 100 صديق 1 2 3 4 5 6، لا في اكتر من 100 صديق موجودين النهارده هنا، وانا سعيد ان انا خرجت ب 100 حبيب مش 100 صديق بس. اشكركم. شكرا جزيلا استاذ فتحي، وشهاده من خبير بها، واحنا سعداء ان هذا التواجد اوحى اليك بفكره احسن صالون. وعندنا صالونات فاعله كثيره، الاستاذ عماد والاستاذه ماما نونا والاستاذه فاتن واشياء مش عايز انسى حد يعني، والاستاذ صالح شرف الدين، وصالونات كلها محترمه يعني. اسمحوا لي ان اقدم موهبه جميله تتبناها الاوبرا المصريه. هو فنان صغير في السن ولكنه مدهش، وقبل ما اقدمه انا عايز اشكر ابوه صديقي وحبيبي الاستاذ احمد، لانه دائما ما يصحبه الى هذا الصالون ولا يتاخر عنا ابدا. حبيبي الفنان يحيى احمد، نقي احسن حاجه عندك
مرة واحدة. أستاذ نافذ مش عارف، ما تجهز كده ساعد الناس. فك الكيس. يعني أنا بشكر الأستاذ محمود حسن إن هو أحضر النهاردة في الندوة الجميلة دي طبعا، وطبعا الأستاذة فاتن. منياتي عززت باري أمان 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 يا لالي لليا أمان زاد واجدي يا لالي زاد واجدي والهيام لليا أمان أمان يا لالي يا لو ودي ساعدوني أمان 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 يا لالي واشروا لي في الغرام يا لا يا لالي يا لالي إني مغرم حب هاجر ناري تضرم قلبي صابر أمان يا ليل يا لالي كم بوعد ثم يخلف هو يخلف لم يخالف هو يخلف وانت عارف ولا اقول لك ما علينا امان 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 يا لالي لليا امان كن في حالك يا لالي كن في حالك والسلام لليا أمان أمان يا لالي كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية من كل معايا من كل من كل أخ من كل أخت ما نقولش هدتنا مصر ونقول حندي معايا بقى ما نقولش هدتنا مصر ونقول حندي لمصر يا حبايب مصر 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 يا حبايب مصر حبايبنا مصر النجاة مصر الأمل مصر الشهامة والعمل مصر الحياة
مصر الأمل، مصر الشهامة والعمل، على صدرها نمنا، على حسها قمنا، وبشمسها الحلوة نورنا أيامنا، وفي حضنها طفينا، وفي ضلها مشينا، وقلوبنا لو عطشت نيلها بيروينا. مصر النجاة تيرارا، مصر السفينة أغلى أمانة، مع شعراء أمينة، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخت. ما نقولش إيه ادتنا مصر ونقول حندي إيه لمصر، ما نقولش إيه ادتنا مصر ونقول حندي إيه لمصر. يا حبايب مصر، مصر مصر مصر، يا حبايب مصر، شعراء بلدنا.